ازاي نقدر نضيف الشات بوت بتاعنا عملي على الموقع؟ ده اللي هنعرفه في الفيديو ده. انا سلوى عبده، ووردبريس ديفلوبر. تابعونا للنهاية وما تنساش تتفرج على الفيديوهات اللي فاتت، وما تنساش ان الحلقة دي نزل ليها جزء اول انصحك تتفرج عليه عشان تعرف ليه اصلا مهم ان احنا نضيف الشات بوت بتاعنا على الموقع. ويلا بينا. نبدأ بقى نعمل اللايف شات على الموقع بتاعنا بشكل عملي. سوري، الشات بوت، عشان عملنا فيديو قبل كده عن اللايف شات. تمام، هنشوف دلوقتي الشات بوت دلوقتي هنقدر نعمل ازاي على الموقع بتاعنا خطوات عملي، فركزوا معانا. هنيجي هنا في البلوجن على الموقع بتاعنا ونحمل البلوجن دي. اوكي، حملنا البلوجن بتاعتنا وهندوس اكتف. بعد ما نحملها هنلاقي البلجن هنا في الداشبورد بالشكل ده هنا. اوكي، هنيجي فيها. لما نضغط فيها هيجي هنا بيطلب مننا ان احنا نقدر نعمل ايميل اكاونت جديد فري مجانا. تمام، فهنبدأ نعمل الاكاونت بتاعنا. احنا هنا عملنا، حطينا الايميل بتاعنا والباسورد. اوكي، وهنضغط get started. هنا بيقول لي الايميل ده مستخدم بالفعل، انا استخدمته فعلا بالفعل. فهنيجي هنا في لوجن. طبعا انتوا المفروض تبدأوا تعملوا من الاول ايميل. اوكي، احنا هنيجي هنا في لوجن بدل ما نستخدم ايميل جديد. forget باسورد طبعا عشان احنا ناسيين الباسورد بتاعنا. تمام، وهنحط الايميل بتاعنا اللي المفروض يجيلنا عليه لينك ندخل من عليه عشان نعمل باسورد جديد. طبعا الناس اللي مش عندها ايميل اصلا من الاول ما تعملش معايا الخطوات دي. انا بعمل الخطوات دي عشان مسجله الايميل بتاعي بالفعل، بس طبعا ناسيه الباسورد والبراوزر كمان مش فاكره. حطينا الايميل بتاعنا send. اوكي، المفروض كده ان احنا جالنا ايميل، غيرنا الباسورد بتاعنا وعرفناه. نبدأ ندخل بقى ونعمل لوجن. نيجي هنا لوجن. اوكي، هنحط الايميل بتاعنا والباسورد، نحط الباسورد الاول. اوكي، حطيناهم. نيجي نعمل بقى لوجن. هنا هنبدأ نعمل بروجكت جديد. تمام، create one. نبدأ بقى في الخطوات دي من أول هنا. اوكي، هنبدأ نحط الاسم بتاعنا. نبدأ نحط الاسم بتاعنا ونختار اللي احنا شغالين فيه من هنا، نعمل ويب سايت ديفلوبمنت أو ماركتينج. اوكي، هنا بيقولك ايه هي الادوات اللي انت كنت بتستخدمها عشان تتواصل مع العملاء بتوعك. اوكي، فانت لو بتستخدم اي حاجة من الحاجات دي ممكن، احنا كنا شرحنا توك توك في لايف شات في فيديو قبل كده. اوكي، فاحنا لو كنا بنستخدمه اوكي ممكن نعلم عليه. تمام، انا هدوس هنا I'm just getting started. بعد كده هنيجي هنا next. اوكي، ايه هو البيزنس بتاعك بالظبط؟ فاحنا هنخليه هنا other. اوكي، ممكن نختار بقى اي حاجة من الحاجات دي. ممكن نختار دي احسن بما ان احنا بنعمله لموقع agency بيقدم خدمات فعلا للافراد وللشركات. اوكي، فاحنا ممكن نختارها هنا. تمام، بعد كده نيجي هنا ممكن نختار digital marketing. تمام،
هنا بيقولك عدد المحادثات اللي انت بتتعرض لها شهريا. يعني مثلا لو احنا كنا منزلين توك تو اللي شرحناه مثلا في فيديو فات، وعندنا لايف شات ماشي، والناس بتحاول ان هي تتواصل معانا، او مثلا عندك واتساب، ايقونة الواتساب، ف بيقولك اللي انت ايه عدد المحادثات اللي انت بتتعرض لها في الشهر بتاعك. هو عايز يعرف يعني فاهم الموقع بتاعك جايب زوار قد ايه وناس بتسأل قد ايه. تمام، فاحنا بما ان احنا لسه بنبدأ مثلا وما نعرفش، انت طبعا لو عارف ممكن تختار الرقم المناسب معاك. احنا عشان ما نعرفش مثلا هنقول له I don't know next. اوكي، هنا بيقولك عدد الزوار اللي الموقع بتاعك بيجذبهم شهريا، يعني اكتر من 1000 ولا من 1000 ل10,000 وهكذا. برضو انت ادرى بالزوار اللي بيجوا على الموقع بتاعك، بس بما ان احنا بنبدأ برضو هنعمل I don't know. اوكي، هنا بيقولك ايه هي المنصة اللي احنا اوريدي الموقع بتاعنا موجود عليها. تمام، فاحنا هنا عندنا ووردبريس او عندنا شوبيفاي متاح. اوكي، ويب فلو تمام، كله اي ثينك بيدعم كله. تمام، فاحنا هنختار ووردبريس عشان الموقع بتاعنا ووردبريس. هنا بيقولك فريق الدعم بتاعك، لو انت مثلا مشغل فريق دعم او عندك فريق دعم. هنا بيقولك فريق الدعم بتاعك قد ايه. لو انت مشغل ناس عندك مثلا من 2 ل5، من 6 ل19، اكتر من 20، طبعا لو شركة كبيرة. بس بما ان احنا لسه بنبدأ فانا هعمله جاست مي. طبعا انت لو عندك فريق دعم هنا يعني هتختار حاجة من دول على حسب المناسب معاك، عشان برضو بيتيح لك حاجات بعد كده بتكون ليك بناء على الاختيارات دي. اوكي، فهنيجي هنا نيكست. تمام، بيقول لك ايه الهدف اللي انت متوقعه ان هم يعني يقدموه. تمام، فاحنا ممكن نختار دول كلهم. اوكي، مش هنعرف نختارهم كلهم. طيب احنا ممكن نختار اكتر حاجة احنا محتاجينها. مثلا احنا عايزين نعمل ناس لايف سبورت. اوكي، طيب احنا مش عايزين لايف دلوقتي. احنا ممكن نختار دي لو احنا عندنا مثلا عملاء سوري، لو احنا عندنا ناس شغالة عندنا في فريق الدعم كبير مثلا وعليهم ضغط زي ما احنا قلنا، فاحنا المفروض نختار الاوبشن ده. اوكي، بيقول لك هنا مثلا انت لو عايز تجيب عملاء متوقعين. تمام، فده النظام ده هيشدهم شوية عشان هيكون فيه ردود بتشد العملاء او بتجذب العملاء اللي هم مثلا بيفكروا في الاوبشن ده. اوكي، احنا ممكن نختار دي ونجرب. تمام، بيقولك عايز تتواصل بقى ازاي مع العملاء بتوعك من خلال انستجرام، واتساب، ايميل، ماسنجر، اذر. بس احنا طبعا عايزين الويب سايت بتاعنا، احنا مش عايزين العملاء بتاعتنا سوري تخرج من الويب سايت بتاعنا. تمام، يعني ده احنا عايزين الترافيك كله يكون على الويب سايت. تمام، مش عايزينهم يخرجوا او اي اداة عندنا تخرجهم بره الويب سايت. اوكي، فاحنا هنختار هنا ويب سايت لايف شات. ليتس جو. هنا هو بيحمل. احنا كده عملنا كل الاوبشنز. هنا بصوا، هنا بيقول open to do panel. المفروض ان احنا نفتح هنا الداشبورد بتاعته من على الموقع بتاعنا. احنا خلاص خلصنا كل الاعدادات كده. open. تمام، let's go. استنى بس عليا كده دقيقة. احنا هنا ممكن نيجي نعمل حركة جامدة جدا، وهي ان هم هنا عندهم شات اصلا. البلوجن دي عندها شات هنا واضح معاكم، فاحنا ممكن نفتحه اصلا ونجرب نسألهم ازاي نقدر نعمل شات بوت عندهم، ونشوف اصلا الشات بوت هو اللي هيرد علينا ولا ايه. هو كده المفروض ده شات بوت. تمام، فاحنا نشوف الموضوع ده عشان نشوف حتى نموذج عملي قبل ما نبدأ احنا في النموذج العملي بتاعنا. انا هنا سألته ازاي نقدر نعمل شات بوت على موقع ووردبريس بتاعنا، وادانا الخطوات كاملة اللي نقدر نعملها. طبعا ده شات بوت. اوكي،
ده شات بوت، ده مش فريق بيرد علينا. اوكي، فهو كده ادانا الخطوات اللي هنمشي عليها. انا بس بوريكم ازاي يعني هم اصلا مفعلين ده عندهم نموذج عملي. تمام، نيجي نعمل احنا بقى الشات بوت بتاعنا. تمام، هنيجي هنا. اوكي، هنيجي هنا نحط ال URL بتاعنا اللي هو المفروض الموقع بتاعنا. تمام، نيجي هنا. هنا هو بيحمل، ممكن ياخد وقت حبة بس. كده هو حمل عندنا. اول لما عمل العلامة دي هو كده تمام. هو هنا كان بيجمع داتا عن الموقع بتاعنا عشان يعمل أسئلة أو يعمل أسئلة شائعة بناء على الموقع اللي احنا فيه. اوكي، ويجيب أسئلة والأجوبة بتاعتها. تمام، هندخل نشوف ايه الأسئلة اللي هو عملها. هو عمل كل ده بناء على الموقع اللي احنا فيه. تمام، ندخل مثلا ناخد السؤال ده. احنا طبعا نقدر نعدل على كل ده. اوكي، السؤال ودي الإجابة اللي المفروض هيجاوب لنا عليها، هيجاوب لنا بيها. اوكي، وهندخل نسأله السؤال ده ونشوف هيرد علينا يقول لنا ايه، هل فعلا الإجابة دي ولا لأ. احنا هنا سألناه السؤال بتاعنا والإجابة كانت بالشكل ده، وهي نفس الإجابة اللي موجودة هناك. نقدر نعدل السؤال والجواب من داخل الداشبورد. من هنا نقدر نعدل كل ده، سؤال وجواب. تمام، نرجع تاني للبرزنتيشن بتاعتنا عشان نشوف احنا واقفين فين. دي كده الخطوات اللي احنا عملناها. اوكي، احنا اصلا مستنيناش نبص على البرزنتيشن وايه وتصرفنا من دماغنا، مش مشكلة. احنا كده عرفنا ازاي نركبه، ازاي يعني دخلنا في الداشبورد كده وفتشنا فيها شوية من جوه. طيب دلوقتي بقى ازاي نعمل رسالة ترحيبية؟ لو مثلا دخل قال هاي اهلا اي حاجة يردوا عليه. اوكي، تاني حاجة ازاي بقى نغير شكل الشات بوت للالوان بتاعتنا بتاعة الموقع. تمام، الوان البراند. احنا هنفتح الداشبورد بتاعة البلوجن. اوكي، هنيجي هنا، لا سوري، هنيجي في السيتنج. اوكي، هنيجي هنا. تمام، ومن هنا دلوقتي لو هو قال لنا هاي مثلا بيبقى فيه كذا تاج هنا. ماشي، اوفر، ليد، انفو، باي، بيبقى فيه كذا تاج. هي لو اتذكرت في الرسالة بتاعة العميل هيرد عليه الرد ده. اوكي، يعني هو لو قال له هاي الرد ده هيوصل للعميل. تمام، هنسيف. طبعا نقدر نغير الردود زي ما احنا عايزين براحتنا، احنا بس عشان وقت الفيديو. لو عايزين بقى نعمل انتجريشن لأي حاجة من الحاجات دي فهي هنا من الجزء ده. اوكي، اي حاجة نقدر نعمل لها انتجريشن من هنا من الجزء ده. تمام، هنيجي بقى هنغير شكل الشات بوت. هنيجي هنا في الابيرنس ونبدأ نغير الالوان بتاعتنا. هنا ده الباك جراوند، ممكن مثلا نخليه ده مثلا بالشكل ده عشان لون البراند بتاعنا، او اي لون احنا عايزينه. هنا ده اوكي، اي لون احنا عايزينه، بس احنا هنخليه ده عشان البراند بتاعنا. دلوقتي هنا في الهيدر اللي هي هيزر دي، هل نقدر نغيرها؟ نقدر نغيرها هنا، ممكن نخليها هي بس. اوكي، زي ما احنا عايزين.
الشكل اللي احنا عايزينه. الرسالة دي welcome to our website دي برضو نقدر نغيرها من هنا. تمام، هنا نقدر نعمل اي حاجة احنا عايزينها. تمام، دي ممكن نفعلها عشان تظهر بالشكل ده كده، هنا كده بالشكل ده، فالعميل يدخل عليها على طول وبيكون سؤال وجواب. تمام، نقدر نخليها تحت او فوق اللي احنا عايزينها، ونقدر طبعا نغير الكلام ده كله على حسب الخدمة بتاعتنا، ونقدر نمسح واحدة فيهم، نقدر نضيف واحدة جديدة وهكذا. اوكي، هنيجي هنا احنا عايزينها في الديسكتوب رايت ولا ليفت، في الكورنر ولا السايد بار. احنا هنخليها زي ما هي شكلها مناسب بره في الموقع. تمام، هنشوف في الموبايل برضو رايت حلو جدا. عايزين نخليها لارج، عايزين نخليها ميديوم، عايزين نخليها سمول. لارج كويسة. اوكي، ممكن برضو نرجع نفتح تاني الموبايل عشان نشوف كل التحديثات دي ظاهرة بشكلها ازاي. تمام، هنيجي هنا اللغة دي اللغة الأساسية. اوكي، بس احنا طبعا عشان موقعنا عربي فهنختار اللغة العربية هنا في الترجمة اد. تمام، المفروض ان هي تظهر كده برا بالشكل ده. advanced هنا هنسيب كل حاجة زي ما هي وهنسيف. عايزين نخرج بقى نشوف الكلام ده ظهر ازاي. الشات بتاعنا ظهر اهو من برا اهو كده بالشكل ده. نيجي نعمل هنا اهو هاي اللي احنا غيرناها دي، برضو قلنا نقدر نغيرها. الأسئلة اللي احنا ضفناها، نيجي هنا بيكتب هو السؤال مرة واحدة والشات بوت بيرد علينا بالشكل ده زي ما احنا شايفين. هنا هو بيرد علينا اهو، رد علينا بالإجابة. تمام، لحد كده أتمنى يكون تمام يعني. عايزة أوريكم حاجة هنا قبل ما نرجع تاني للبرزنتيشن بتاعتنا. هنا ده كده اللي احنا قاعدين عمالين نتكلم مع الشات برا، هو جالنا هنا. اوكي، فانا لو عملت join conversation انا هدخل للconversation دي، هدخل للشات ده وارد بقى. لو انا مثلا واحدة من التيم بتاع الدعم مثلا اللي برد على الناس او كده. اوكي، فهي ظاهرة لنا يعني عشان لا نقلق، كل ده بيظهر عندنا جوه في الداشبورد. تمام، نرجع بقى للبرزنتيشن بتاعتنا. احنا كده عملنا الخطوات دي. عندنا بقى ايه هي افضل الممارسات لتحسين التفاعل على الموقع بتاعنا من خلال الشات بوت ده. يعني المفروض نظبط الردود بتاعتنا احنا عشان الوقت الفيديو ما يطولش. لو عايزين فيديو نمسكه من اوله لاخره، نظبط بقى يعني نجيب كده سكريبت كامل للشات بوت لكل حاجة ونعملها بإيدينا خطوة بخطوة، دي ما فيهاش أي مشكلة. تمام، ممكن نعمل كده في فيديو تاني عادي عشان الفيديو ده ما يطولش. فلو عايزين ممكن تكتبوا لي في الكومنت، ممكن نعمل كده خطوة بخطوة من الأول، نعمل شات بوت كامل. أوكي، أول حاجة إن احنا المفروض نخلي الردود بتاعتنا سريعة وسهلة. شفتوا لما احنا سألناه ازاي نقدر نعمل لايف شات على موقع ووردبريس، رد علينا على طول بالخطوات 1 2 3 4 بس. تمام، تاني حاجة ان احنا نستخدم الشات بوت زي ما قلنا عشان نرد على الأسئلة الشائعة. احنا دلوقتي في منتج معين او في خدمة معينة او في بنقدم شيء معين، عارفين ايه الأسئلة الشائعة اللي بتيجي على دماغ العملاء بتاعتنا، فبالتالي بنعملها سؤال وجواب عشان اي حد يرد عليه على طول، عشان الشات بوت يرد على اي حد يجيب الأسئلة دي على طول. تمام، تاني حاجة زي ما قلنا ووريتكم دلوقتي ان احنا المفروض نتابع التفاعلات مع العملاء ونحسن الردود. المفروض ندخل على الشاتات دي بتاعة العملاء ونشوف ايه المشكلة اللي كانوا بيواجهوها، عشان ممكن يواجهوا مثلا مشكلة مع الشات بوت. انت يعني احنا الله اعلم، احنا قاعدين بنجرب.
يعني مفيش حاجة أكيدة بنسبة 100%. فاحنا المفروض نتابع الردود ونشوف هما بيقولوا ايه، الشات بوت بيرد عليهم بيقولوا ايه، هل الدنيا ماشية تمام بينهم، ولا المفروض ندخل نعدل الدنيا ونعدل الردود ونصحح وهكذا. تمام، يعني ما ينفعش نسيب الدنيا كده ما نراجعش، لا غلط جدا. تمام. دلوقتي احنا فهمنا ليه لازم يكون عندنا شات بوت. قلنا ان الشات بوت بيساعدنا ان احنا نوفر دعم طول ايام الاسبوع على مدار ال 24 ساعة، وده اللي هيكون صعب ان احنا يكون عندنا فريق دعم بالشكل ده. تمام. قلنا ان هو بيحسن تجربة المستخدم لان هو بيرد عليه فورا. انا حتى لو عندي دعم بيرد على المستخدمين بتوعي، فمش بيردوا فورا لان هما اوقات بيكون في ضغط، اوقات بيكون في ناس كتير داخله تسال فهم شغالين اوكي، ففي ناس واقفين في الانتظار، في ناس مستنيين في الانتظار بتاعهم. تمام. فالشات بوت مميز في ان هو بيرد في نفس الوقت في نفس الثانيه. لو عندنا اي حد جوه الموقع وسأل اي سؤال هتلاقي الشات بوت على طول بيرد في نفس الثانيه، وكل الشاتات دي وكل الناس اللي داخله بتسال والردود دي كلها بتتسجل عندنا في الداشبورد. تمام. لو جربتوا الشات بوت على اي بلوجن تانية او حتى على البلوجن دي ممكن تقولولي تجربتكم كانت عاملة ازاي وازاي افادت الموقع بتاعكم في الكومنت. بس كده احنا وصلنا لنهاية الفيديو. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. لو عجبك الفيديو ما تنساش لايك واشتراك وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. ولو محتاجين البرزنتيشن دي ممكن تكتبولي في الكومنت وانزلها عندي على لينكد ان عشان الجميع يستفاد. والسلام عليكم.